السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وسعادة وسلامة يا رب دايما. طبعا أسئلة كتير شغلة دماغ حضراتكم بعد ما البنك المركزي المصري قلل سعر الفايدة أو خفض سعر الفايدة بنسبة 2%. يا ترى ده هيكون تأثيره إيه على الذهب وعلى الدولار؟ خليني أقول لك كمان الفيدرالي الأمريكي يا ترى هيعمل إيه في شهر 9 اللي جاي، خاصة بعد بيانات التضخم الأمريكية اللي ظهرت النهاردة، وهتكلم معاك في النقطة دي بالتحديد بعد شوية. كمان أسئلة كتير بتدور في دماغ حضرتك، لو أنت معاك فلوس دلوقتي المفروض أنا أكون بعمل بيها إيه؟ والنهاردة لو أنا معايا ذهب برضو المفروض أكون بعمل إيه؟ كل واحد التزاماته فينا غير التاني. ركز معايا عشان لو انا اللي هقوله لك دلوقتي مناسب معاك، المفروض تشوف هتعمل ايه الفترة اللي جاية، اذا كان معاك فلوس ولا اذا كان معاك ذهب. كل واحد هيتصرف الفترة اللي جاية على حسب التزاماته واحتياجاته. ركز معايا في الفيديو ده عشان هجاوبك على كل سؤال انت بتفكر فيه. ما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم محتاج ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق جروب الواتساب او التليجرام، ده بيبقى اسرع من اليوتيوب، هسيبه لحضرتك تحت في اول تعليق، ممكن تتابعني عليه، بيبقى اسرع كمان في الردود. البنك المركزي المصري خفض سعر الفايدة 2%. طب ده تأثيره ايه الفترة اللي جاية؟ بقى 22 للايداع و23% للاقتراض. خلي بالك ازاي هتشوف الفترة اللي جاية التأثير بتاع ال 2%. ده رقم واحد لو حضرتك بتاخد قروض، كل لما الفايدة قلت الاقتراض هو كمان بيقل، وبيبدأ المستثمرين ان هم يبدأوا مشاريع جديدة ويوسعوا من مصانعهم ويوسعوا من نشاطهم ويشغلوا عمالة جديدة، وده مطلوب الفترة اللي جاية. رقم اتنين، لو حضرتك حاطط فلوس جوه البنك بتبدأ ان انت النهاردة تفكر تخرج الفلوس دي بره البنك لان العائد هو كمان بيقل. طب المفروض اعمل ايه؟ ممكن تفكر تعمل مشروع جديد او بيزنس صغير، او تبدأ تفكر بره الصندوق لان العائد من البنك مش هيغطيك، وده برضو مطلوب الفترة اللي جاية. بس ده سلاح ذو حدين. هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك لان طلوع الفلوس من البنوك الفترة اللي جاية هتعمل ضغط على الجنيه، وهتبدأ الناس تدور على بدايل تانية زي انها تشتري عقار او تشتري ذهب او تدور كمان على ان هي تخزن فلوسها في دولار، وده برضو غلط. ولكن هنشوف الفترة اللي جاية البنك هيتعامل مع الظروف دي ازاي. خليني اقول لك ان الدولة بالقرار ده عايزة تحرك عجلة الانتاج وكمان تكسر حالة الركود اللي السوق فيها. خد بالك ان القرار ده ما كانش قرار عابر، لكن هو قرار مهم، بس المواطن عمره ما هيحس دلوقتي بالنتيجة، لا ده هتاخد وقت. فخليني اقول لك لازم نشوف نتيجة القرار ده بعد مش اقل من 3 شهور. انا عارف ان في ناس كتير ممكن ما يعجبهاش قرار الفايدة، ولكن خلينا نشوف القرار ده هيبقى صح ولا غلط بعد 3 شهور ممكن نحكم عليه. خليني اقول لك تأثير ده كمان هيبقى على الذهب ايه الفترة اللي جاية. خليني اقول لك وقولا واحدا، القرار ده ملوش اي تأثير على الذهب دلوقتي خالص. خليني اقول لك في حالات الاستقرار الذهب بيتأثر بثلاث عوامل ملهمش رابع. رقم واحد حالة العرض والطلب وسعر الصرف اللي موجود دلوقتي جوه البنوك، دي رقم اتنين. رقم تلاتة سعر الشاشة او الأنصة. هم دول الثلاث حاجات اللي ممكن تحرك الذهب الفترة اللي جاية. احنا دلوقتي في حالة استقرار، ويا ريت محدش يراهن على الدولار طلوع ونزول. خلينا نشوف دلوقتي الاوقات دي نحكم عليها ازاي واحنا رايحين فين. خليني اقول لك ان سعر الدولار دلوقتي عامل 48 وكسر جوه البنك، وسعر الذهب لعيار 21 هيطلع وينزل على حسب البيانات الفترة اللي جاية. طول ما مفيش سوق سودا في مصر اوعى تراهن على سعر الدولار انه طالع خالص. الفترة دي احنا بنشهد استقرار. خليني اقول لك كمان ان الفلوس اللي جاية من بره او تحويلات العاملين من بره مصر لجوه مصر رقم كبير، وده مساعدك ان انت معاك دولار دلوقتي. ولكن هل حالة الاستقرار دي هنشوفها الفترة اللي جاية ولا لا؟ هو ده اللي هتبينه الايام. ولكن نتمنى حالة الاستقرار دي ان احنا الناس لو عايزة تكسب من الذهب تكسب على حسب الشاشة مش على حساب الدولار. قررها لحضرتك مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ان الذهب استثمار متوسط وطويل الاجل. الذهب مش انك تشتريه النهاردة وتفكر تبيعه بكرة، الكلام ده غلط تماما، وخاصة في الاوقات اللي احنا فيها دي. الذهب بيحافظ لحضرتك على قيمة فلوسك، مش بيدخل لحضرتك ريع او دخل شهري او يومي. الكلام ده لو حضرتك بتضارب، والثقافة دي مش عند ناس كتير. ولكن خليني اقول لحضرتك كلام مهم جدا ركز فيه عشان هتشوف الفترة اللي جاية. اذا كنت عايز تكسب من الذهب او تضارب لازم يكون حافظ قواعد المضاربة، ودي هشرحها لحضرتك في فيديو تاني ولازم تكون متابعه.
لكن اللي عايز اوصله لك دلوقتي ان انت الذهب دلوقتي لو انت معاك ومحتاج فلوسه منه ومحتاج الفلوس منه في شهر 9 او في شهر 10، بيع وقت ما انت محتاج فلوسك. ما ينفعش ان انا ابيع دلوقتي عشان لما يجي شهر 10 اكون عايز الفلوس. طبعا احنا بنراهن على الثبات اللي عندنا دلوقتي او الثبات المحلي، ولكن لا يعلم الغيب الا الله. حضرتك عارف ان العالم بره على صفيح ساخن، ممكن يحصل اي حاجة في غمضة عين زي ما بيقولوا، او ممكن يحصل اي حدث يغير المنطقة تماما. علشان كده خلي الذهب زي ما هو معاك. اول وفي الاخر دي وجهة نظري ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وهرد عليه. سلام.